ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده مع بعضينا هنعمل رقاق. زي ما انتوا عارفين داخلين على العيد الكبير، كل سنه وانتوا طيبين. ف يعني محبب قوي ان انت بتعملي رقاق في اليومين دول. خليكم معايا واحده واحده. بنص كيلو دقيق هتقدري تعملي شويه رقاق حلوين قوي، ان انت تعملي بيهم صينيتين رقاق. يعني كمية النص كيلو دقيق هنعمل بيهم صينيتين رقاق. المقدار اللي انا عملته هنا ايه؟ حطيت نص كيلو من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من الملح، عليهم معلقة كبيرة من اللبن البودرة لو متاح عندك، مش متاح خلاص، عليهم معلقتين كبار من الزيت. تمام كده اهوت. وهحط شوية مية. هي كمية المية اللي هستخدمها قد ايه؟ نص الدقيق ميه على طول. يعني انا استخدمت نص كيلو من الدقيق، هيبقى ربع لتر ميه. بس انا بحط الميه تدريجيا، ما بحطش الميه كلها مره واحده. واعجن العجينه كويس جدا سواء على ايدي او في العجان، لغايه ما العجينه بتاعتي تبقى طريه كده هو وملمسها ناعم. يعني اهم حاجه ان انت تعجنيها كويس جدا. زي ما قلت لك النص كيلو دقيق هيعملوا لك صينيتين من الرقاق. خليكي معايا واحده واحده بس، واتبعي المقادير اللي انا عملتها واعملي الخطوات، وباذن الله هيطلع معاكي ناجح 100%. ومش هنعمله في الفرن خالص، احنا هنعمله على البوتاجاز من فوق. تمام كده. بعد ما عجنت العجينه بتاعتي كده اهوت، بغطيها بقى سواء بكيس او بورق فويل كده زي ما انا عملته، معلش باسترتش، واروح سايباها. هسيبها قد ايه؟ هسيبها حوالي ربع ساعه كده العجينه بتاعتي ترتاح. احنا مش حاطين لها خميره فهي مش هتخمر. كل ما تسيبيها فتره طويله شويه، يعني من ربع لنص ساعه كده، هو هتلاقي العجينه بتاعتي ريحت حلو قوي. هبدا اقطع العجينه بتاعتي. النص كيلو هعمله قد ايه؟ هعمله 16 رقايه. تمام. يعني هعمله 16 كوره كده، هو اقطعهم 16 كوره صغيره واحطهم على جنب كده. هي الصينيه بتحتاج 8 رقات. يعني لما باجي اعمل انا صينية الرقاق، بعمل 4 في الأرضية، وبعد كده أحط حشوة اللحمة، وبعد كده أحط 4 من فوق. فالنص كيلو هنا هو هيعمل لي 16 رقاقية. هقطعها هو زي ما انتوا شايفين كده، هو 16 كورة. وببدأ بقى أحطهم في صينية وأغطيهم بالاسترتش بتاعي كده هو، أو بالكيس أو بحتة قماش المتاح عندك اعمليه. بعد ما حطيتها كده هو هسيبها بقى حوالي نص ساعه العجين بتاعي يرتاح. كل ما قلتلك بتسيبيه بيرتاح، بتشتغلي بيه بسرعه جدا، والعجينه بتمشي معاكي وبتبقى طريه وحلوه كده. فاكرين عجينة الفطير لما قلت لكم سيبوها تريح؟ هتشتغلوا بيها وتبقى مع العجينة بتاعتكم طرية وحلوة مرنة. هي ده برضو عجينة الرقاق، لو سبتيه يريح معاكي هتشتغلي معايا بكل سهولة. النص كيلو دقيق هنستخدم زي حوالي كوباية رش. يعني ايه رش كده هوك؟ يعني ما ينفعش ان انا افرد العجينة كده هوك من غير دقيق، لازم افرد بين الطبقات كده هوك دقيق. انا هفرد بالنشابة. النشابة اللي هي عبارة عن بيبقى عصاية كده مخصوصة للرقاق بيفردوا بيها الرقاق. مش متاح عندك بعصايه مقشه تكون ما استخدمتيش قبل كده، وبتبداي تفردي بيها. انا هنا هوك مش هعمل واحده واحده طبعا، انا هعمل 4 عشان ننجز. يعني الرقاق يفضل ان انت تعمليه كده هوك فوق بعضه، بين رقاقايه ورقاقايه. بعد ما انا بططتها زي قرصه كبيره كده هوك، بين رقاقايه ورقاقايه شويه دقيق، رشه دقيق حلوه كده، وابدا افرد بالنشابه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بتتفرد معايا بكل سهوله. برضو هحس ان العجين بتاعي بعد ما اتفرد هيلزق، لا اروح حاطه برضو بين الرقات تاني. يعني رشه دقيق خفيفه كده، وابدا برضو افرد بالاربعه كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله بفرده بالطريقه دي. بعد كده بقى بمسك واحده واحده كده زي ما انتم مش يعني شايفين، وببدا ان انا افرد بالنشابه. ببص الاقيها حجمها بيكبر معايا. بصوا بسم الله ما شاء الله. بعمل كده اهوك، وبعد كده بقى ببدأ اخد واحدة واحدة كده اهوك، ورش رشة دقيق خفيفة كده اهوك، وابدأ اعمل بالنشابة من كل الاتجاهات كده اهوك، يعني من الاتجاهات كلها. ابدأ الف بالنشابة كده اهوك وافرد. هتبص تلاقيها بقت زي ايه رغيف العيش كده اهو. بخلي سمكها مش تخين قوي ولا رقيق قوي، اللي هو الوسط. تمام، عشان ما تعمليهاش تبص تلاقيه ناشف منك قوي. يعني خلي سمك رقايه وسط كده اهو. طيب بعمله على البوتاجاز ازاي؟ بجيب صينيه، اي صينيه عندك حطيها على البوتاجاز. يعني ممكن تكون صينيه اللي بتفطري عليها كده اهو. المهم تكون صينيه الومنيوم او اللي هي الطاسه اللي هي بتاعت الجريل، وتحطيها على البوتاجاز على نار هاديه كده اهو زي الشمعه.
تسخن كويس جدا. بص بعد ما سخنت كويس جدا ابدا احط الرقايه بتاعتي. بصوا لو لاحظتوا اول لما حطيت الرقايه في دخان طلع كده دوك، عشان النار يعني ايه شمت الدقيق بتاع الرقايه فعملت كده هوك. بصوا بسم الله ما شاء الله، ما بياخدش وقت خالص، وببدا ادوس على الاطراف كده هوك عشان تستوي معايا. اه اول لما الاقيها بقلل كده هو لونها بدا يحمر كده الرقاق بتاعي استوى. انتي ما بتكمليش دقيقتين كده هو وانتي بتعمليه بتتشال بتحطي غيرها. بصوا بسم الله ما شاء الله اتعملت حلوه قوي وبقت محمره من فوق ومن تحت. بحط برضو التانية بنفس الطريقه. بصوا الطاسه سخنه جدا، وزي ما بقول لكم بعد ما بتسخن بخليها زي الشمعة كده هو، وببدا احط الرقايه اهي. بصوا تاني واحده برضو، بصوا سواها حلوه قوي. هعمل الكميه كلها بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. زي ما قلت لكم النص كيلو هيعمل لي 16 رقايه. وزي ما انتوا عارفين بره دلوقتي الكيلو بقى بيتعمل ب50 جنيه، يعني بقى غالي جدا، فانت بتعمليه في البيت اوفر بكتير جدا. بصوا دي كده الكمية اللي انا عملتها بسم الله ما شاء الله، ودي طريقة سويه. شوية بقى شوربة كده هو، شوربة لحمة كده هو ولحمة معصجة، وتعملي احلى صينية رقاق. دي كده بتكون وصفتي النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا على قلبكم.